العصا والباتون، واي شيء بنقدر نعمله ورا البرافان بيتحول لعروسه. فده مسرح اسمه كلمه الله، بتبقى الالوان المشعه هي اللي بتطور الصراحه. ودي عروسه دي عروسه ودي عروسه الأراجوز، عروسه شعبيه موجوده في مصر. ده الحصان عروسه برضه بتتحرك لانه ايادي المصريين مش في مش مصر يعني. دي برضه مجموعه الرجال ومجموعه مسرح العرايس. ده مسرح العرايس اللي بيتحرك العرايس بتاعته بشروط مساحات المسرح بخيوط. بيبقى الكوبري مثلا والكل بيتحرك بالترابير. وده الهيد ماسك اللي احنا شفناه برضه في الصوره. وده ماكيت المسرح الأراجوز مقاساته. وده مسرح خالد ده اللي برضه مقاساته اللي احنا برضه لسه شايفين منه جزء من البابه. وده مسرح الباتون اسمه مسرح العصا. ان شاء الله فرقه الأراجوز المصري العرايس داخل ده الحصان العربي شكرا لكم. شكرا. هذه العلاقه الجماهيريه يعني هل في دخل؟ هذا الدخل هل يساهم في خلق حراك او انتم تشتغلوا لانه انتم موظفين في الدوله ومسندين لهذا القطاع وعليكم ان تقدموا عمل او عمليه في السنه، او هنالك جدول مبرمج بحيث انه تصير علاقه، اذا ابني ما شاف اخوي يشوف، ابن اخوي يشوف، اذا مش في شبرا المنطقه اللي انتم فيها ايوه تتنقلون هو الحياه الجمهوريه. تمام. هو الهيئه العامه لاصول الثقافه الفرقه تابعه ليها، المفروض انها ليها جدول تدريب اسبوعي وليها عرض اسبوعي، والمفروض انه بيتعمل كل شهر برنامج يتقدم فيه تجربه للأراجوز جديده. كمان عندها عرض سنوي بيتقدم فيه الانتاج الكبير يعني. احنا كهيئه تابعه لوزاره الثقافه الهدف منها هو هدف خدمي، والهدف الخدمي انه ليس هادف للربح، والهيئه ما عندهاش شباك تذاكر يعني احنا في عندنا اكثر من جهه خدميه في وزاره الثقافه، منها الهيئه العامه لاصول الثقافه ودي مهتمه بالهواه وليس المحترفين. ممكن المدربين والمخرجين يبقوا محترفين وممكن يبقوا هواه من ابنائها، مش موظفين يعني الهواه اللي موجودين ما هماش موظفين في الهيئه او في الفرق. البيت الفني للمسرح وده قطاع المحترفين بيفتحوا شباك تذاكر وليس الهدف منه برضو ربح، يعني التذاكر لا ما بتغطيش تكاليف
زي الاراجوز انه بيعرف يعزف، عنده مهاره العزف على آلة ايقاع علشان يعمل التواصل ما بينه وما بين الجمهور الحاضر يعني. او اعمل كده، واخد بالكم؟ انا لو ما عملتش ده العروسه مش هتبان فوق، يعني الحركه مش هتبان فوق. اذا حركه العروسه من رجل. كمان مهم قوي انه الممثل يبقى عنده فكره بفن البانتومايم او فن الاشاره، لانه العروسه صماء مش كده؟ اذا قلنا العروسه عايزه تضحك هنعمل ايه؟ هنعمل كده او هتبكي. 3 فرق من جمهورية مصر العربية، فرقة الأراجوز المصري والعراقس. ومضة للأراجوز وخيال الظل. سلام. مع السلامة يا عم أمين، مع السلامة سلام طيب، لو بس نعرف رايح فين بلاش تطول وتغيب. حبينا فيك قولك خالص وبينا قلبك كان